كثيرة من ابراهيم غالب، شكله بيدخل عليه الجو الاعلامي. يعطيك العافية ابراهيم. ايش اللي اختلف في لقاء اليوم عن اللقاءات السابقة؟ أول شيء بس الحمد لله على كل حال. طبعا نبارك على الفوز. طبعا الفوز هذا معنوي قبل نفسي قبل من كل شيء يعني. بالنسبه للاختلاف تغير مثل ما انت شايف يعني النصر الحمد لله مع تغير المدرب يعني عرف يوظف اللعيبه يعني الحمد لله ارتياح نفسي في داخل النادي. فريق ان شاء الله يعني ان شاء الله فريق على الدور الثاني ان شاء الله يكون كذا واحسن باذن الله. سؤالي انا سالته لمحمد السهلاوي، اسال لك مجددا وليس تقليلا في قدر نادي الانصار، ولكن نادي الانصار نقطيا هو متذيل الترتيب. لقائكم هذا امام الانصار يعني سهل لكم المهمه ان النصر يعني بامكانه يعود الى وضعه؟ لا اكيد بالعكس مثل ما انت شايف يعني الانصار حاب ان نختم الدور الاول على الاقل لو يطلع بنقطه من النصر، خاصه المباراه على ملعبه يعني. فواجهنا صعوبه من فريق الانصار. احنا دخلنا المباراه ما كان تفكيرنا ان الانصار ما عنده ولا نقطه ولا عنده ولا يعني انتصار. دخل المباراه يعني انها مباراه 3 نقاط يعني لا اكثر ولا اقل يعني مساواه مع الانصار وفريق ثاني. توزيع داخل الملعب على الورق نقراها 4-4-2، لكن بعض الاحيان نلقى انه 3 محاور تلعبون بعض الاحيان داخل لا ابد مثل ما انت شايف يعني يتحركون في المساحات. في الشوط الثاني بعد 2-0 المدرب غير التكتيك الى 3 محاور، بعدين رجع 4-4-2 مع التغييرات. مرتاحين انتم مع سيد ماتوران؟ الحمد لله كذا، هذا دليل واضح على النتائج. استطاع يتواصل معكم كلاعبين بعكس المدربين السابقين؟ بالعكس انا ما اغلف من المدربين السابقين، لكن ما توفقنا معهم احنا بصراحه. كلهم حبوا يعني يكونون قراب منا وكلهم للامانه يعني كانوا قراب منا، لكن سيد مترانا ممكن الشغل التكتيكي اختلف معنا شوي وساعدنا. حلو الحضور الجماهيري في المدينه المنوره. الحمد لله يعني متعودين على جمهور النصر. عارفين جمهور النصر ما شاء الله بكل مكان، بس في المدينه المنوره. اي نعم الحمد لله، اهم شيء في المدينه المنوره هذا كله. يعطيك العافيه ابراهيم، وشكرا لتواجدك معنا، ونجم امنياتنا لك بالتوفيق. الله يعطيك العافيه، شكرا لك حبيبي، الله يخليك. شكرا لكابتن